نظن باللي دخلنا مليح في المقابله، كنا متحكمين مليح في المقابله خاصه في الشوط الاول وين ما خليناش المساحات للفريق الخصم، خاصه من جهه اليسرى، من الجهه اليسرى تاعهم وين لاعبين تنين اللي نعرفهم كيفاش يلعبوا. في الشوط الثاني وين حذرت اللاعبين من دخول الخصم راح يدخل بقوه، وكما كان الحال حذرت من لي بالاريتي اوسي، نتلقاو هدف نقص تركيز نظن اللاعبين ديالي، لكن حاولنا بعد الهدف، حاولنا وين حطينا كره ولعبنا وقدرنا نسجلوا هدف. نظن المقابله كانت صعيبه على الفريقين، الحمد لله راضي خاصه بالمردود تاع اللاعبين وين كانت عندهم شخصيه قويه بعد ما تلقينا الهدف، حاولوا وشارف لينا ثاني كذلك، يعني ان رومبلاسون كي رونتر ويسجل بعد توزيعه من رومبلاسون. الحمد لله. فيما يخص فريق وفاق سطيف انا نشكر برك الجمهور السطيفي، ليش كلام على فريق عالمي تاع وفاق سطيف، نشكر برك الجمهور تاع وفاق سطيف اللي كان روعه طيله 90 دقيقه. نظن بلي كل مقابله راح تكون صعيبه، يعني قعدوا لنا 4 مقابلات راح تكون مقابلات جد صعبه. احنا متفاهمين باش نجمعوا اكبر عدد من النقاط في مرحله الذهاب باش نخدموا في اريحيه لمرحله العوده. نظن كذلك مازال الخدمه تنتظرنا كثير، لكن الفريق راهو في تحسن مستمر بفضل مجهودات الجميع، خاصه اليوم نقدر نشكر ستاف تكنيك تاعي وستاف ميديكال والاداره بشكل خاص لطيله الاسبوع وين كانوا معنا، والشكر الكبير للاعبين.